مش هو أثنى في خطبته الأخيرة خطبة العيد على أبي بكر وعمر؟ نعم. نعم إيه بس يا عم، هو السيستاني بيخطب؟ هو السيستاني بيخطب؟ نعم إيه بس يا عم. عفوا، ما يؤمن بأنه القرآن محرف، بل يكفر شخص يقول عن القرآن محرف. حتى طب الكتب جميل. اللي تحكي انه تقول القرآن ثواني محرف ثواني يا حبيبي، اصلا ما قابل عليهم. ثواني. أنت قلت لي السيستاني بيكفر اللي يقول بتحريف القرآن. هذا شيء يخصني، بس انا محترم دينك، انا السيد السيستاني المرجع مالتي جاي يحترم دينك. يعني هذا الشأن الخاص، انت ليش تهيج الفتنه؟ يعني خلي يزوج، خلي يحلل زواج المتعه. ليه اول ما حد يخش على السيستاني يعني بس كان قاعد اهو حاطط ايده على خدته، واول ما يحط يخش عليه مش عارف، بص يلا حط ايدك على رجلك. طبعا انا زاير السيد السيستاني بمكتبه. يعني الله، هناك احكي لي شفت ايه احكي لي عليه، احكي لي. اقسم بالله العظيم راح احكي لك الصراحه، اقسم بالله العظيم. وانا المميت، انا الذي ذبحت هذا الحيوان، هذا كلام كفر. حتى لو انا جيت ارقع هذا كفر، فهمت يا حبيبي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك شيخ رامي؟ عام وانت بخير؟ الحمد لله، انت بخير. سني ام شيعي؟ لا شيعي انا. شيخ رامي بس سؤال. تفضل. سؤالي على السيد السيستاني. انا اعرف انه انتم حاقدين عليه وتكرهونه، بس لا يكون بعلمك. انتظر خليني اقول لك كلمه، معلش. انا اخر خطبه استمعت اليها للسيستاني جعلتني لا اقول اني ابغضه او شيء. فخطبته الاخيره اثنى على ابي بكر وعمر وعلى الصحابه وعلى ازواج النبي، واثنى على معاويه. نعم، وكذلك انه هو ما يؤمن بتحريف القرآن، بل مش هو اثنى في خطبته الاخيره خطبه العيد على ابي بكر وعمر؟ نعم. نعم ايه بس يا عم، هو السيستاني بيخطب؟ هو السيستاني بيخطب؟ نعم ايه بس يا عم. يا استاذ قرار اهلا وسهلا بك. السيستاني ما بيخطبش، حاقدين عليه يا عم. حاقدين ليه؟ قاتل لنا قتيل. السيستاني ليس له خطب ولا له دروس ولا له كلام ولا يا حبيبي قافك بقى. لا يكون بجد بيتلبس قناع ولا حاجه كما يقول بعض الصرخيه وبعض الصدريه ان في قناع بيلبسه ابن الله اعلم بهذا الكلام. يا عم ده عامل زي الصنم يا عم. هنحقد على ايه بس؟ انت عندك القران والسنه. هل يعقل ان الله يتركني انا وانت لي واحد لا يتكلم ولا يتحدث، امام غائب ومرجع صامت؟ زين شيخ رامي، انا بس اسال سؤال يعني اذا ممكن يعني. تفضل. ونتحدث بهالامور. السيد السيستاني انت دارس اكيد وتعرف يعني هواي عن الشيعة. السيد السيستاني ما يؤمن بتكفير، عفوا ما يؤمن بانه القرآن محرف، بل يكفر شخص يقول عن القرآن محرف. حتى الكتب جميل. اللي تحكي انه تقول القرآن محرف ثواني يا حبيبي، اصلا ما قابل عليهم. ثواني. انت قلت لي السيستاني بيكفر اللي يقول بتحريف القرآن. لو جبت لي فتوى الآن للسيستاني يقول الذي يعتقد بتحريف القرآن كافر، أنا سأوقف البث الآن أمام الجميع. لو جبت لي فتوى للسيستاني أو فتوى بعد كده، وأتحدى مكتب السيستاني نزل فتوى يقول أن الذي يعتقد بتحريف القرآن كافر. تفضل. تمام شيخ رامي، اكو تطبيق اسمه المجيب. هذا التطبيق شيعي فقط، بتقدر تطبع على التطبيق وراح تشوف مكتب السيد السيستاني بقضيه تحريف القران. طلعها انت هسه قدام. لا طلعها انت واقراها لينا، ولا اشوف مكتب السيد السيستاني. هو السيد السيستاني ما بيتكلمش، هو مش مهم. طلع لي انت الفتوى واقراها لي. اتفضل. تمام راح اطلع لك اياها هسه. هذا شيخ رامي تطبيق المجيب، هو خاص فتاوى السيستاني وبقيه المراجع، يذكر لك الفتاوى كلها بخصوص مال تحريف القران. انا طلعت اهوت السيستاني قدام الناس والجمهور شاف الاستفتاءات، بس النت عندي بحبتين. شكله خد برد من حسين الدعمي. حسين الدعمي بيعمل على فكره الموقع عنده فيه مشكله، باين مش عايز يفتح. واحد سأله هل يجوز الجمع بين الزوجات في الفراش؟ يخرب بيت الله العظيم يا جدع، كلهم بيفكروا في ايه؟ الله المستعان، كلهم بيفكروا في ايه؟ هل تعلموا انه يا دفنه، انت اسمك ايش؟ شنو اسمك؟ اسمي كرار. كرار. هل يجوز يا كرار ان الرجل يتزوج المرأة وخالة المرأة؟
أو المرأة وعمتها؟ يجمع بين المرأة وعمتها. المرأة وعمتها. يعني أنت لو متزوج الآن ينفع تتزوج نعم. خالة زوجتك، خالتها؟ أنا نفسيتي ما تتقبل صراحة يعني. إيش؟ نفسيتي أنا ما تتقبل إنه أتزوج خالتها وعمتها يعني. السيستاني بقى أجاز ذلك وقال يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. باش السيستاني لوحده والخميني وخامنئي واجماع مراجع الشيعة على ان الواحد يروح يعني يبقى متجوز مراته ويروح ياخد خالتها متعة ساعتين ولا حاجة كده، وتقول له انت كنت فين؟ يقول لا ده انا كنت في مشوار، خد خالتها يتمتع بيها ساعتين ولا حاجة. بالله عليك ده دين؟ اي والله يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وانا كنت قريتها في كتاب الفتاوى الخميني المجلد الثاني في تحرير الوسيلة. انتبه، إعلان قادم، إذا كان فيه ما يخالف الشرع غض بصرك وتخطاه. زين يجوز عنده دليل من يعني اكو دليل هو في دليل؟ عايزك احنا ما عندنا دليل لاي حاجه يقررها. هتقول له الدليل؟ ما في دليل. هجيب لك روايه بقى عن الامام في تهذيب الاحكام، روايات مكذوبه على ال البيت. ينفع بالله عليك ينفع الواحد يتجوز المراه وخالتها وبعدين يعني ما شاء الله يروح يتجوزها هي وخالتها وعمتها ويجمع الثلاثه؟ يا الله، يجمع الثلاثه عشان يبقى قطيعه رحم مع امها والمرأة تقاطع الرحم ما شاء الله مع امها وقرايبها من نسل امها، وتقطع الرحم مع مين بقى؟ مع ابوها ونسل ابوها يا الله المستعان وعمتها. ليك انك تتخيل كده، ليك انك تتخيل كده بالله عليك واحد جاي يتقدم لبنتك وبعدين يلف يتزوج اختك وبنتك، يخرب بيت ابو كده. ايه يا عم ده؟ ايه قله الادب والمسخره دي يا استاذ كرار؟ تمام. شيخ رامي، حاليا انا دخلت على مال تحريف القرآن. تمام. هي مسألة طويلة جدا. المختصر الأخير اللي حاكي سيد السيستاني بيها يقول إنه مسألة التحريف أخذت طابعا بعيدا عن الطابع العلمي، وإنما وظفت سياسيا ومذهبيا، حيث أن القول بها ليس شائعا، ووجود روايات غير معتمدة ليس رائعا. يعني شيخ رامي ما يعترف بها أصلا. فين بقى السيستاني كفر من قال بتحريف القرآن؟ كفر؟ أنت قلت من شوية السيستاني كفر ما قلتش كده؟ لم تقل ذلك؟ لا صحيح قلت ممكن خان التعبير انه ما اقصد وما يحكم. خان التعبير؟ امال كنت بتبحث عن ايه بقى؟ خانك تعبير ايه واحنا في حصه لغه عربيه؟ خانك تعبير ايه يا استاذ كرار؟ لا يستطيع السيستاني يكفر من قال بتحريف القران، لانه يكفر نعمه الله الجزائري، محمد بكر المجلسي، محمد بن يعقوب القليني، المفيد، النور التبرسي، هاشم البحراني، يوسف البحراني. هيكفر علماء الشيعة، جل علماء، هيكفر 99% من علماء الإمامية الاثنى عشرية، بل ولا تجد مرجع من مراجع الشيعة الآن يستطيع يكفر تحريف القرآن، لأن هذا الدين. أنت تعرف يا قرار ليه علماء الشيعة القدامى قالوا بأن القرآن محرف؟ لأنهم بحثوا في كتاب الله تبارك وتعالى، مسكوا القرآن كده يا قرار وقال لك تعالى نشوف أي حاجة تنفع ديننا. لم يجد لا إمامة ولا عصمة ولا رجع ولا تقية ولا خمس المكاسب ولا المتعة بالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها ولا ولاية تكوينية ولا علم الغيب للأئمة ولا تقليد المرجعية ولا غيبة الإمام. قال لك لا، ده القرآن ده هيودينا ورا الشمس، ده احنا مش هنعرف نجيب أي حاجة من القرآن دوت. أحلى حاجة الآن وأهم حاجة الآن إن نعملها شنو؟ نقول القرآن محرف، ونقول إن الإمام علي. وأول من قال هذا الزنديق في كتاب سليم بن قيس أن الإمام علي جمع القرآن الصحيح اللي كان فيه كل حاجة احنا عايزينها، وبعدين قال لهم خدوا القرآن الصحيح اهو. أبو بكر شافه قال لا 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 لا, لا ده في إمامة وعصمة ورجعة وخمس وتقية. قال له لا يا علي لا نريد مصحفك. قال له طب خدها يا عمر انت. قال له لا لا يا علي احنا مصحفك ده مش هينفعنا. قال لهم طيب كده والله لا انا معاقبكم ومعاقب الامه كلها وهخفي القران دوت. وعلشان ابو بكر وعمر رفضوا ياخذوا منه القران فقام واخده قايل لحسن. قال له نعم ابويا. قال له خد يا حسن القران ده اخفيه ما تديهوش لحد خالص هنعاقب الكل. وبعدين قال له طب وبعدين يا ابويا؟ قال له بعد ما اموت خليه معاه، وانت اما تيجي تموت اديه للحسين، والحسين اما يموت اوعى يطلعوا لشيعتي سيبهم كده على ضلال.
ويدي للإمام اللي بعده والإمام إلى أن وصل لإمامك الثاني عشر اللي لا بيهش ولا بينش ومرضاش يطلع القرآن الصحيح. بالله عليك في عاقل يقبل بمثل هذا؟ هيبقى احنا عندنا اللي جعل علماء الشيعة يقولوا بذلك بقى قرار ويختلق هذه الأكاذيب، وأيضا موجودة في بحار الأنوار. اللي خلاهم يقولوا كده إن بصوا في القرآن، نظروا في القرآن ما لقوش أي عقيدة من عقائد الشيعة. لذلك أنا أقول علماء الشيعة الحمقى اللي قالوا بتحريف القرآن القدامى كانوا أذكى من السيستاني وأذكى من هؤلاء، لأن السيستاني ما طلع الآن أنكر التحريف. طب تعالى يا سيستاني بقى، التوشة رامي على جفاه، هات لي العصمة من القرآن ما في، هات لي الإمامة من القرآن ما في، هات لي ولاية التكوينية من القرآن ما في، هات لي خمس المكاسب من القرآن ما في، هات لي المتعة والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها يا سيستاني ما في. كل حاجة بقى مش هتلقاها في القرآن. فأنت كنت عملت زي علماء الشيعة القدامى وقلت إن القرآن محرف وريحت دماغك، عشان ما اجي بقى لو انا قاعد دلوقتي محمد بكر المجلسي معايا قلت له هات لي يا محمد بكر المجلسي الامامه بالقران، هذا كان موجود في المصحف ولكنه مع الامام. طيب هات لي الولايه التكوينيه للامام، هذا كان موجود لكن ابو بكر وعمر رفضوا هذا المصحف. فعلماء الشيعه القدامى اذكى من المراجع الموجودين الان. شيخ رامي استحلفك بالله انت تعطيني دقيقه ارد عليك بدون ما تقاطعني، استحلفك بالله. تفضل يا كرام. اولا الكتاب سليم بن قيس الهلالي وعبد الله بن سبأ اغلب الشيعة ضمن السيستان متبرئين من هاي الكتب، ما يعترفون به. ممكن ارد عليك ولا تكمل؟ استحلفتك بالله انت تعطيني دقيقه واحده بس. اتفضل. تمام. هاي الكتب شيخ رامي هاي علماء الشيعة عفوا اقصد السيد السيستاني ما يعترف بهاي الكتب اصلا، من ضمنها سليم بن قيس الهلالي وعبد الله بن سبأ اللي انتم يعني اغلبكم جاي تقولون انه انتم نسبكم لعبد الله بن سبأ واحنا متبرئين من عنده كشيعة. اتحداك هسه تسال شيعي تقول له انه عبد الله بن سبأ يقرب يقول لك انا متبرئ منه. هاي وحده. الوحده الثانيه شيخ رامي الفتنه اشد من القتل. اذا السيد السيستاني ما يرضى بسب الصحابه ولا يرضى بسب امهات المؤمنين، بل انه احنا لازم نحترم السنه ولازم نحترمهم هم وعقائدهم ودينهم، ولازم انه احنا نكون الفه بيناتنا. ليش انت يا شيخ رامي وغيرك جاي تهيج الفتنه؟ احنا جاي نبادر وجاي نقول ان انتم اخوه. هسه انا الطم، انا ابكي، انا ازحف، انا اضرب روحي بالنعال، هذا الشيء يخصني، بس انا محترم دينك. انا السيد السيستاني المرجع مالتي جاي يحترم دينك. يعني هذا الشأن الخاص، انت ليش تهيج الفتنه؟ يعني خلي يزوج، خلي يحلل زواج المتعه. خلصت الدقيقه، بعدين ان شاء الله نبقى نعمل مظلوميات يا قرار. اول حاجه قلت لي اتحداك انك تجيب لي احد يعترف لاي شيعي يعترف بعبد الله بن سبأ، فهجيب لك الان هسمعك عبد الحليم الغزي يعترف بحقيقه عبد الله بن سبأ، وهسمعك اسمه ايه دوت نسيت اسمه، كمال الحيدري بيعترف بعبد الله بن سبأ، وهسمعك وهوريك روايات صحيحة تعترف بوجود عبد الله بن سبأ. ممكن تقبل مني ذلك؟ لأن على المرجعية شيخ رامي، المرجعية قلت لك دي مصيبة. انت بتاخد دينك من شخص صامت ليس موجود، لم تستفد منه بشيء، ومع ذلك اما انت قلت لي اتحداك تجيب لي شيعي من شويه، هو انت بتنسى ليه؟ طب خلاص بلاش دي المرجعيه. انت قلت لي وانا حبيت اقطعك، قلت لي استحلفك بالله سيبني دقيقه، قلت لي السيستاني بيكذب كتاب سليم بن قيس. اقرا لنا فتوى السيستاني. تمام. ان شاء الله القاها، ان شاء الله انا قارئها بس ان شاء الله القاها هسه. ان شاء الله تلقاها، بس خلي بالك لا تكون زي فتوى تكفير من قال بتحريف القرآن. والله اني قاريها لكن للاسف ما جاي تطلع حاجه، بس ما يخالف. حذفوها. يلا يا كرار، انت اسمك كرار؟ اي كرار نعم، واغلب بالعراق اسمهم كرار بصراحه يعني. انت سيد؟ نعم سيد. مسوي؟ نعم مسوي. ما انا مسوي انا كمان، بس مسوي على الفيس بس، الواتس لا. يلا يا كرار. يلا يا كرار. حتى تروح للمعممين مسوي. اوكي تمام. يلا يا كرار. الصيد. طيب شيخ رامي انتم ليش اذا انتم يلا يا كرار، يلا يا كرار، يلا يا كرار، فين يا كرار؟ نعم. اتفضل.
نعم هاي نعم حسب ما طلعت اليوم شيخ رامي، انه السيد السيستاني ما منطي اي كلام بالله بخصوص عليك، هو كتاب سليمان. السيستاني مومياء. بحس ان هو ساعات مومياء كده بيعمل حاجات غريبه قوي. بص اول ما حد يخش عليه يلا حط ايدك على رجلك، يلا خد الرضعه حط ايدك على، بص بيعمل ليه كده بالله عليك؟ اول ما حد يخش على، بص كان قاعد حلو اهو، بص يلا واحد دخل يلا حط ايدك على رجلك، ايدك على رجلك يلا، ايوه يلا لا شكرا ما تكسفنيش بقى، ما تبصش ايدي بقى. ليه اول ما حد يخش على السيستاني يعني، بص كان قاعد اهو حاطط ايده على خدته، واول ما يحط يخش عليه مش عارف، بص يلا حط ايدك على رجلك. طبعا انا زاير السيد السيستاني بمكتبه، يعني الله هناك احكي لي شفت ايه احكي لي عليه، احكي لي. اقسم بالله العظيم راح احكي لك الصراحه، اقسم بالله العظيم. دخلت مكتب السيد السيستاني، اول شيء يعني ما شاء الله يعني 100,000 حمايه موجودين بمكتبه، يعني لا واحد ولا اثنين. 100,000 حمايه؟ شيخ رامي 100,000 حمايه؟ اي نعم، يعني اقصد كثير الحمايات اللي بمكتبه كثير، يعني اقصد. طب ليه الامام علي ما كانش بيمشي ب 100,000 حمايه؟ وبعدين احكي لنا. انتبه، إعلان قادم، إذا كان فيه ما يخالف الشرع غض بصرك وتخطاه. نعم، دخلت المكتب السيد السيستاني، اولا هم يدلوني يعني وين نروح، تروح لكذا مكان تقعد بهاي الغرفه، نقعد. فهو كان قاعد جالس امامنا، فقط يرفع يده ودعا للعراق وللامه الاسلاميه، وبعدها طلعنا، يعني ما يخلون اي ما واحد. اتكلمتش معاه؟ فقط دعا ما اتكلمتش معاه؟ لا ما خلونا نتكلم وياه. طب كان بيفتح بقه وهو بيتكلم؟ كان بيفتح بقه، سمعته وهو بيتكلم؟ والله سمعته، والله تبوعت له سمعته، بس بيتكلم رفع ازاي؟ يده بالله قلده لي، بالله قلده يا قرار، كان بيتكلم ازاي؟ يعني كان يحكي لغه باكستانيه افغانيه ايرانيه، ما اعرف اللغه بالضبط. ليه بقى يا قرار يتكلم لغة ما نعرفهاش ليه؟ 95 سنة قاعد، بقاله عشرات السنين في العراق، عمره 95 سنة، بيعمل ايه؟ قاعد بيتكلم بلغة غير اللغة العربية ليه يا قرار؟ ليه ما يكلمناش باللغة العربية يا قرار؟ قاعد يكلمكم، اكلمك اللغة اللي كان بيكلمها لك؟ يا قرار زعلتني منك. لا هو هيك قال اللهم احفظ اهل العراق، يعني هيك الله السيستاني ما بيتكلمش اللهم احفظ اهل العراق. ليه يا شيعة العراق جايبين واحد من ايران اللهم احفظ شيعة ايه يا عم ريبوت؟ ايه يا عم قرار؟ بس ما هي دي المشكلة يا قرار. يا قرار علق قلبك بالله تبارك وتعالى. يا قرار عندك القرآن الكريم وعندك السنة، تترك القرآن والسنة وتروح تتمسك بمومياء؟ يا قرار الله سبحانه وتعالى أعطاك كتاب الله، قرآن أنزل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ده كتاب هداية. لا سيبك لا سيستاني ولا إسحاق فياض ولا بشير النجفي ولا محمد سعيد حكيم الطبائي ولا الأربع مراجع المعتبرين عندكم في العراق اللي ما فيهمش واحد عربي، لأن واحد أفغاني وواحد باكستاني وواحد هندي وواحد إيراني. دعك من كل هؤلاء يا برار، واسمع مني نصيحة لك، ارجع إلى كتاب ربك وسنة نبيك، وبعدين تقول لي إنك بتلتم بالنعال ولا بتلتم إيش يضرني أن الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش يا رب؟ عشان نقعد كده لا نتكلم ولا اللي يخش نقول اللهم صل؟ ليه يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلما اشوفك بتضرب نفسك بالنعال اقول لك لا يا قرار، الله قال ولقد كرمنا بني آدم، فالله كرمك. لا ما تضربش نفسك بالنعال، اضربها بالزنجيل. لا ولا بالزنجيل، بمزح يا قرار، لا بالنعال ولا بالزنجيل ولا شيء. الانسان مكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، فلا تضرب نفسك بالنعال ولا تلتم ولا تطبر ولا تتطير. وندعوكم الى الحق. أسأل أن يشرح صدرك يا قرار، وأن يأخذ بيدك إلى نور التوحيد. 18 دقيقة أعطيتك من وقت الحلقة، وإن شاء الله يهدي الشيعة ويأخذ بأيديهم إلى ما يحبه ويرضى. أيوة اتفضل. الو السلام عليكم يا اخي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. شيخ اتصلت اكثر من مره في سبيل انه عندي فد موضوع مهم جدا اريد اعرفه. تفضل. اني ما اريد اكذب عليك، اني شيعي أهلا. بس اخر فتره جاي اشوف يعني المواضيع والامور مو واقعيه مو منطقيه. صحيح. يعني ما اعرف احس اكو شيء غلط، بس ما جاي اعرف هذا الشيء شنو غلط.
وما جاي يتقبل هذا الغلط. قرأت يعني تعرف القرآن؟ أنا ولدت من عائلة شيعية. قرأت القرآن؟ والله يا شيخ أنا مو شغلة قرأت القرآن، إنما جاي أشوفه بالواقع. يعني مثلا من الصيف فد عاشوراء وهالأمور هذه، شوف الناس هذا اللي يطبر، هذا اللي يطلع دم، ذاك، فما أعرف، أحس هذا الشيء غلط. يعني ما أدري، بس أنت تعرف يعني أنا ولدت بعائلة شيعية بوسط شيعي، يعني شلون ما أقدر جاي نكره وما أقدر أتقبله وما أتقبله. شوف يا حبيبي، يعني بالنص صاير. خليني أجيبك على هذا وأنت معايا في الخط عشان أسمع منك مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم، وعندي مسألة أخرى مرتبطة بهذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بين أن إنكار المنكر على مراتب. أقل شيء تنكر به المنكر بقلبك أنك لا تقبل ذلك ولا ترضى ذلك. ثانيا، إما تضع ما يفعلونه في عاشوراء، حاول تغلق البث واسمعني من الهاتف. ما تضع حينما لا، وانا اريد اطرق المساله بعد، مو ما انا هسمعك. انا بقول لك اغلق البث واسمعني من الهاتف وهاخد منك المكالمه تاني ان شاء الله. اما يجي يا حبيبي، اسال الله ان يوفقني واياك يا رب، اما يجي انظر لما يفعلونه في عاشوراء، اما اجمع هذا واحاول ان اوافقه بالقران الكريم. الله سبحانه وتعالى قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دول جزاؤهم إيه يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة لطموا، طبروا، تطينوا، سبوا، لعنوا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء لهم 3 هدايا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلما أشوف اللطم والتدبير لم يفعل ذلك لا النبي صلى الله عليه وسلم، الشرع ينهي عن ذلك، لم يفعل ذلك أحد من آل البيت. تفضل. شيخي أنا آخر فترة يعني قمت أشوف من الطرفين، أشوف الطرف الشيعي متناقض نوعا ما. طيب، فشفت عندك مقاطع، شفت مقطع قديم لك طالع فيه في قناة، فأنت طرحت رواية، رحت بحثت عنها، طلعت الصحيحة، اللي هو علي الأول، علي الظاهر، علي الباطن، علي جنب الله، علي عين الله، وهكذا أمور. قلت شنو هالحكي هذا؟ يعني شنو الفرق بينه وبين الله؟ فرحت بحثت عنها، فباوع شنو ها موجودة في كتاب صحيح من الشيعة. فنزلت، انت طبعا استدليت فيها وقلت شوفوا الشيعة شلون يقدسون علي، شلون يعني ما في فرق بينه وبين الله. فرحت بحثت عن الرواية، فنزلت سطرين لقيتها تفسر الرواية بغير تفسير. شيخي أجيبك عن هذا. يعني شلون؟ يعني خلينا نكمل نوبة التحكي. طيب. نزلت سطرين أو 3. على الأول هو أول من آمن، الآخر هو من آخر بالرسالة، وهكذا أمور. المهم المقصد من كلامي إنه تفسيره جوها بسطرين فقط، وأنت ما ذكرت التفسير. ليش ما ذكرت التفسير شيخ رامي؟ طيب، أول حاجة ليش تدلس على المشاهدين؟ شنو السبب؟ طيب، أجيبك عن ذلك. وعندي بعد أكثر يعني. طيب، خلينا أجيبك عن هذه الأول مسألة، بما أنك داخل للجدال. خلينا أجيبك عن هذه المسألة الأول. ضيفنا الشيعي لأنه لا يعرف شيء من القرآن الكريم، ضيفنا اللي اسمه ليث فؤاد، هو موجود معايا الآن على الخط، لا يعرف شيء من القرآن الكريم، فلا يدري أن الذي قاله الآن هي آية في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن علماء الرافضة الوثنيين يأتون بالآيات التي تتكلم عن الله تبارك وتعالى ويجعلونها لعلي بن أبي طالب. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه، صفحة 537، افتح المصحف، في سورة الحشر الآية رقم 3، الاثنين قال: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقاموا جايين الشيعة في كتاب بحار الأنوار وقالوا: قال علي بن أبي طالب: أنا الأول والآخر والظاهر والباطن. وما نيجي ننظر لهذه الآية في القرآن نجدها في الله تبارك وتعالى. فعلماء الشيعة المشركين أو علماء الرافضة الوثنيين قال لك:
طب احنا نعمل ايه؟ نهرب منين بقى في الروايه اللي احنا قلناها؟ فقلنا اول من امن برسول الله، واخر من راى رسول الله، والظاهر بالحق والباطن بالتبخنقيشي والفنقنقيشي، وقعدوا يالفوا لك روايات علشان تمشي مع هواهم، مع ان الايه نازله في الله. لذلك انا هسال ليث الان، استاذ ليث فؤاد، لو انا اسمعني يا حبيبي، انا لسه بجاوبك، انا سبتك ولسه بجاوبك. انا رامي عيسى اما اقول لك الان انا الخالق الرازق المحيي المميت، هل تقبل مني ذلك الكلام؟ هذا مو جواب. اما اسالك السؤال، طبعا مش هيجاوب، انتوا عارفين الشيعي لازم يلف، ارجع اسالك السؤال تاني. اما انا اقول انا رامي عيسى الخالق الرازق المحيي المميت، هل تقبل مني هذا الكلام؟ انت هذا هو. انا اما اسالك واقول نعم او لا، اجبني نعم او لا، ما تقوليش انت وتقعد تلفني، لا نعم او لا. انا اما اقول لك انا رامي عيسى الخالق الرازق المحيي المميت، تقبل مني نعم او لا؟ يسأل. نعم او لا تقبل مني؟ انا جاي اسال. وانا جاي تسال، انا اريد ان اسال، اجبني وما تهربش، انت ليه خايف؟ ده انت هتجيب نعم او لا، اهي نعم او لا، خايف من ايه؟ هرجع واسالك السؤال تاني. اما اقول لك انا رامي عيسى الخالق الرازق المحيي المميت، تقبل مني؟ قل لي نعم او لا، تقبل مني نعم او لا؟ والسؤال اللي سالته ان شاء الله اجاوبك على سؤالك. انا لما اقول انا رامي عيسى الخالق الرازق المحيي المميت يا ليث فؤاد، تقبل مني نعم او لا؟ ليش ما نزلت سطرا عن ان شاء الله هجاوبك. اما اقول انا رامي عيسى الخالق الرازق المحيي المميت، تقبل مني او لا؟ عرفت؟ انا عارف الشيعي يعني لازم، بص ثعبان فلازم تدوس على راسه. اما اقول لك انا رامي عيسى الخالق الرازق المحيي المميت، هل تقبل مني ذلك؟ اجبني نعم او لا. اجبني نعم او لا. انت جاي تاخذني بالقلب. يبقى اذا لا يجيب، انا اجيبك انا بقى. اما اقول انا رامي عيسى الخالق، اي انا اللي صنعت هذه الورقه، انا اقول انا رامي عيسى الخالق الرازق المحيي المميت، فياتي واحد يقول لي كفرت بهذا الكلام، اقول له بشويش انزل تحت هتلاقيني كاتب رامي انا رامي عيسى اللي خلقت هذه الورقه، والرازق أي وأعطيت ابني مصروف من المال، والمحيي أي كان هذا العصفور سيموت فأعطيته طعام، والمميت أي أنا الذي ذبحت هذه الدجاجة. فبذلك ما تقول فيجي واحد زي ليث كده، وهو ولا ليث ولا لبؤة، يجي واحد زي ليث يقول لك لماذا أنت تدلس ولم تقرأ كلام رامي عيسى الأخير؟ يا حبيبي الكلام الأولاني كفر، أنا مالي ومال التفسير الأخير، الكلام الأولاني كفر. يعني إيه أنا الخالق أي اللي خلقت هذه الورقة، وأنا الرازق أي اللي رزقت ولدي، وأنا المحيي أي الذي أطعمت هذا الحيوان، وأنا المميت أنا الذي ذبحت هذا الحيوان؟ هذا كلام كفر، حتى لو أنا جيت أرقع هذا كفر. فهمت يا حبيبي؟ اتحداك تسكت، ما تقدر تسكت. ما انا ما اقدرش، لازم اللي زيك يتجلد، يبقى انا الخالق الرازق المحيي المميت هذه. ثم تعالى علماء الشيعة قالوا عليه هو الله، هتقول لي فين يا رامي؟ اسمع يا حبيبي، اهو قال اهو، اسمع يا عم اسمع. قال في الخطبة خطبة الافتخار، قال الامام علي سلام الله عليه أنا المنادي لهم، أنا آخذ الأرواح أنا آخذ العهد على الأرواح في الأزل، أنا المنادي لهم ألست بربكم بأمر قيوم لم يزل. ثم قال أنا صاحب الخلق الأول قبل نوح، ولو علمتم ما كان بين آدم ونوح من عجائب اصطنعتها وأمم أهلكتها. أتحتاج تجيب الآن. فحق عليهم القول أنا رافع إدريس مكانا علي، أهو بقرأ السطر اللي بعدها أهو، أنا رافع إدريس مكانا علي، أنا منطق عيسى في المهد صبية، أنا صاحب جنات الخلود. أنا سؤالي لك الآن بقى، من الذي أنطق عيسى في المهد صبية؟ بابا لا تسألني، أنا مش أبوك يا عم، بالله ما تجيب له مصيبة يا عم. يا ليث الله أعلم مين أبوك يا ليث فؤاد، أنا مش أبوك يا حبيبي. وليه لا أسألك؟ ليه على راس الحجية ريشة نعامة مثلا؟ ولا ليش لا أسألك؟ مش أنت دخلت قلت اتهمتني إن أنا بالتدليس الآن، وبينت لك مثل وقلت لي أنت تكذب وتقول إن أهل السنة يدلسون. بس الحمد لله إنك اعترفت إن اللطم والتطبير الذي يفعله الشيعة هذا من الوثنية ومن الضلال اللي بيفعلونه في عاشوراء باعترافك، وأنت شيعي مقلد للسيستاني الحمد لله. ولكن طلعت أرجل في السيستاني في نظري، أرجل من السيستاني. أرجع وأسألك السؤال تاني وبسطه لك، أنا رافع إدريس مكانا علي، أنا منطق عيسى في المهد صبية، أليس هذا تأليه لعلي بن أبي طالب؟ أجبني. انتبه،
إعلان قادم. إذا كان فيه ما يخالف الشرع غض بصرك وتخطاه. انت لا تقول لي اجبني انا. لماذا لا اجيبك؟ انت اجبني، ما انا اجبتك الروايه اللي انت جبتها اجبتك الان، وقلت لك التركيع اللي في الاول اي اول من امن برسول الله، اي ثاني الشقنبتكتي، والثالث ده كله لا يلزمني ان عندي ايه في سوره الحشر بتقول هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وانتم قلتم لا ده هذا علي هو الاول والاخر والظاهر والباطن، فقلت لكم هذا كفر. زي ما هنا اهو انت مش عايز تجاوبني. قال الامام علي سلام الله عليه انا رافع بلاش دي يا عم، في اثار علي بالكون قال انا ارسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، يعني اللي خلق الانهار علي، واللي ارسل الجبال اللي وضع هذه الجبال علي بن ابي طالب. هل هذا تأليه لعلي ام لا؟ يا اخي ليش ما تخليني احكي؟ هل هذا تأليه لعلي انت ليش ما تخليني احكي؟ حبيبي يا عيني لا تاخذني بالحكي. طيب هل هذا تأليه لعلي ام لا؟ من الذي ارسل جبال الشامخات وفجر العيون الجاريات؟ بص هيرجع على الروايه تاني اللي كنا لسه بنتكلم فيها. لا 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 تحملني كلام وانا ما قايله، خليني احكي. كملت الو شيخ رامي. مين احكي لي ما احكي؟ انت متعود على الحصات يعني. عندي في صفحه 269 معلش بس النوم النعاس وحش قوي يا جدع. في صفحه 269 انا مهلك الجبابره الاول، انا مزيل الدول، انا صاحب الزلازل والرشف. يعني كل زلزال الامام علي اللي بيسويه، الزلزال اللي حصل في اخواننا المغرب ده الامام علي عمل كده، كان انا صاحب الزلازل والرجف، انا صاحب الكسوف والخسوف، انا مدمر الفراعنه بسيفي هذا، أنا الذي أقامني الله في الأظلة ودعاهم إلى طاعتي، فلما ظهرت أنكروا، فقال سبحانه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أنا نور الأنوار، أنا حامل العرش، أنا صاحب الكتب السالفة، أنا باب الله. إيش هذا؟ شيخي مو أنت شيخ ومحترم، ليش ما تخلي الشخص مقابلك يتكلم؟ هذا مو دين، هذا ما يصير. بدل ما هذا مو دين هذا ما يصير، ليش ما تخلي المحاور اللي أمامك ما يتكلم 9 كلمات؟ كنت قلت لي هذا كفر أم توحيد، بس تقول لي كفر أو توحيد. أنا مهلك الجبابرة الأول، أنا مزيل الدول، أنا صاحب الزلازل والرشف، أنا صاحب الكسوف والخسوف. هل هذا كفر أم توحيد؟ بس اسكت خليني أحكي. اسكت كافي. هو حكيت كل شيء هواي. خليني أحكي أنا. لا اسكت، لا تحكي بعد لا تحكي. تعطيني وقت. أتحداك تعطيني وقت. أتحداك هسه قدام الناس تعطيني وقت أحكي بيه. خوش أحكي. خدت وقتك وما أجبتش. أعيد تاني. قال علي بن أبي طالب افتراء عليه أنا جاوزت بموسى البحر وأغرقت فرعون وجنوده. اللي أجاز بموسى البحر وفلق له البحر أمير المؤمنين يعسوب الدين، واللي غرق فرعون وجنود فرعون هو الإمام علي. وأنا أعلم هماهم البهائم ومنطق الطير، أنا الذي أجوز السماوات السبع والأراضين السبع في طرفة عين، أنا المتكلم على لسان عيسى في المهد، أستغفر الله، أنا الذي يصلي عيسى خلفي، أنا الذي أنقلب في الصور كيف أشاء، أنا مفتاح العالمين، أنا القائم بالقسط، أنا ديان الدين. هل هذا كفر أم توحيد؟ من الذي جاوز بموسى البحر وأغرق فرعون؟ كملت شيخي، كملت. راح أشوف لك غير كتاب تدور بيه. الله، ايه يا ابني انت؟ ايه الضحكه دي يا ولا؟ اتلم يا ولا. انت بتعمل بفتوى آية الله العظمى صدر المتألهين، اما قال لك بجواز عشق الغلمان الحسان، وعندي فتوى النهارده والله العظيم مطلعها ان المراجع بيجيزون عياذا بالله فعل قوم لوط من السلقلقيه الخسيس. عيب الضحكه، ما تحكاش تاني يا ليث فؤاد. لا عيب، احنا بس محترم قوي. لا انا ما كنتش اعرف انك بتتابع الواد علاء متاخ. لا يا ليث، لا عيب، احنا ناس محترمين. انت بشرفك. عيب ما تحلفش بشرفك بالله. الباء قسم.
بالله والله وتالله، لا 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 لا, لا خلاص يا ليث كفايه كده بقى، وانا محترمك واقول هيجاوب تضحك الضحكه، لا عيب يا ليث، لا والله اسمه ليث يا اخوه، الناس يفكروك لابو مش ليث. ايه يا استاذ ليث؟ لا ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. عندي روايه تانية، نعم. عندي روايه تانية بيقول ان امير المؤمنين هو اسم الله الاعظم، فهل علي هو اسم الله الاعظم؟ انت لازم تستمع لي مو العكس. شكرا. روح يا ليث، عيب يا ليث الحركات دي يا ليث. يا ليث، وداخل تتهمني ان انا مدلس يا ليث، استحى على وجهك يا ليث. وضربت لك مثال بيا، انا الخالق الرازق المحيي المميت تقبل. كان معكم ليث فؤاد من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كيفك شيخنا؟ الله يرضى عنك. كيفك شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا معك مهتدية من العراق. أهلا وسهلا بك يا أختي الكريمة، ثبتك الله. الله يعافيك. أنا صار لي يعني أنا من تزوجت صار لي 15 سنة، زوجي مهتدي، فأني يعني ويا زوجي والحمد لله. ما شاء الله، يعني 2، اللهم بارك. وعائلة زوجي هم كلهم أصلا مهتدين، أمهم سنية بس أبوهم شيعي، فهم كلهم يعني مهتدين ولله الحمد. العائلة كلهم يعني زوجي أخوانه 5 يعني أولادهم كلهم مهتدين ولله الحمد. كم تقريبا عدده؟ يعني بيهم فد 15 واحد. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. يعني هم اتبعوا أمهم بصراحة، يعني الحمد لله. عفوا أبوهم اتبعوا أمهم ولله الحمد. طب أنت الآن لماذا تبكين؟ لأنه أهلي ما يدرون إنه أنا مهتدية، فهسه دروا يعني ورا 15 سنة دروا، فعندهم استعداد إنه خلاص أرجعي. يريدونك يعني أن تعودي؟ بالفعل يعني يقولي تعالي ارجعي البيت أبوك. فيعني أنا قاطعتهم، بس بنفس الوقت إنه ما أريد يعني أخاصمهم وبر الوالدين. أنا أصلا هم بالعراق وأنا بأمريكا أصلا يعني. طيب أختي الكريمة، في أحد المهتدين الآن يكتب لك في التعليقات إنك لو عدت سيؤذوك، وهذا مهتدي معنا. طبعا أكيد. أيوة أكيد يعني والمهتدي بيبقى أكثر علما مني بذلك، فهو بيكتب لك الآن أخونا المهتدي ناصر الحسين، والإخوة يكتبون لك لا ترجعين، فأنت ليس عليك إثم، لا ترجعي إليهم، والحمد لله إن ربنا أخرجك من الظلمات إلى النور، ومن الضلال والشرك إلى التوحيد. الحمد لله الحمد لله والشكر. واني الحمد لله حتى أولادي يعني هم صغار حافظين للقرآن، الحمد لله، ملتزمة وياهم، يعني الحمد لله الحمد لله والشكر. فهم يعني بصراحة زوجي كان ينشر بوستات على الفيسبوك يعني طبعا تبعك وتبع الشيخ وليد إسماعيل، وبوستات يعني على الشيعة، فهم منها عن هذا الطريق انه هم عرفوا انه زوجي واني تبعت زوجي. الحمد لله. فيعني ما اعرف، قاموا هم يعلقوا له على الفيسبوك، واني بصراحه اني كانت علاقه وياهم طيبه على قد المكالمه، فهم من عرفوا ظلوا يحجون ويغلطون ويسبون، فاني قاطعتهم، يعني سويت لهم بلاكس من كل شيء. يا اختي الكريمه، الله عوضك بزوج صالح، الحمد لله الحمد لله، وهذا افضل من جميع اهلك، وعوضك باولاد صالحين. لو شفتي موضوعنا النهارده، كنت بتكلم الآية رقم 173، الله سبحانه وتعالى قال: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالآية بتبين إن يجوا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، مشيوا على ما كان عليه الآباء، فأنت ربنا أكرمك أنك لم تمشي وتسيري على ما صار عليه إخوانك وأخواتك، وأنك أصبحت من الموحدات، فأنت الآن لا تبكي ولا تحزني. الحمد لله أن ربنا عوضك خير في الدنيا، وإن شاء الله خير في الآخرة. يعني أنا بس اللي شاغلني لا أكون عاقة بهم، لا أكون لا يروح يصير بهم شيء، وأني يعني ليس عقوق يا أختي، ليس عقوق. أولا أنت وجب عليك حفظ النفس،
وانت تعلمين انك لو رحت هناك هيؤذوك، بل وممكن يهددوا زوجك حتى ان ابنائك يسافروا هم كمان. بالفعل واني زوجي هوايه قاطعوه، يعني هوايه قاطعوه، ومن نوع هو وياهم مجادلات على الفيس وكومه إذا يعني يا أختي، إذا اللي أنا بقول لك عليه الآن هم لو أنت رجعتي هيأخذوكي وبعدين يهددوا زوجك. لو تريدها خلي الأولاد يأتون، وأنت هتكلمي الأولاد قهرا وأنت هناك هتخليهم يرجعوا إلى العراق، وبعدين يكونوا على تشيع على دين الآباء مرة أخرى، وأنت تأثمين على نفسك، لم تحفظي نفسك، وتأثمين على أولادك. وقد يكون هذا الأمر إثم عظيم حتى لو أصبحت سنية وكتمت ذلك. فإذا لا تذهبين، لا تذهبين. الحمد لله أن ربنا أخرجك، بل ولا يوجد غيرك الآن يعني قد يحسدونك على هذه النعمة، من المفروض لا يجوز الحسد، وهم في العراق يتمنون الخروج. فأنت الحمد لله ربنا أخرجك. يعني الحمد لله الحمد لله. يعني تخيل حتى انه بنتي الحمد لله عمرها 15 سنه ولابسه الزي الشرعي يعني، وبصراحه من بنتي لبست الزي الشرعي اني يعني قلت لا، يعني هذا بنتي لازم انا اصير قدوه لها. فالحمد لله. يعني تخيل حتى على اللبس الشرعي، ليش هيك بنتك لابسه؟ ليش هيك؟ يعني ما اعرف ما ادري والله ما ادري. الحمد لله. انت بس الان اثبتي، واللي يقول لك ارجعي قولوا له لا ارجع ولكني ادعوك الى التوحيد. لو انت ليس كذلك قولوا له استمع الى رامي عيسى. والله قلت لهم، وادز لامي فيديوهات تقول لي روحي ولي انه زوجك سواك وهابيه، انه زوجك لا والله ولا زوجك انه زوجك غسل دماغك، يعني هيك يقولوا لي. والله ادز لها فيديوهاتك. قولي لها شوفي يا اختي، قولي لها قولي لي يا امي اخبريني ايه هو اللي انا بفعله مخالف للقران. قولي لها هو القران، اخبريني. هل انا قلت لك تعالي قولي يا علي او تعالي قولي يا ابو بكر؟ هل قلت لك توسلي بالأموات؟ هل قلت لك ادفعي الخمس اللي مش موجود في القرآن؟ هل قلت لك استخدمي التقية مع المسلمين؟ هل قلت لك التمي طبري؟ هل قلت لك العاني الصحابة؟ كل عقائدك يا أمي ليست موجودة في القرآن، أما أنا عقائدي موجودة في القرآن. انتبه، إعلان قادم، إذا كان فيه ما يخالف الشرع غض بصرك وتخطاه. أصلا يهدي والدتك يا رب. وادعي لها يا أختي، ادعي لها في الصلاة. ادعي لهم بكل صلاة والله. والفكرة شنو؟ الفكرة انه سويت لهم فيزا وسويت لهم لم شمل ولله الحمد. هسه هم وين؟ هم راحوا يم اخويا بغير ولاية، فما اجوا يمي. المفروض يجون يمي. يعني هذا ايضا ما اعرف، يعني ايضا شيء يعني قاهرني، ما ادري. اختي انت فعلت الخير وان شاء الله لن يضيع. رقم 2، حتى وان لم يأتوا يمك فأنت الحمد لله على عقيدة صافية، على عقيدة التوحيد، فهذه لا تبكي بل افرحي على ما أنت عليه. وإن اهتدوا فلأنفسهم وإن ضلوا فعليها. أسأل الله أن يهديهم يا رب. الحمد لله. آمين آمين. تسلم شيخنا، الله يريح قلبك إن شاء الله يا رب. هنيئا لك. أسأل الله أن يبارك لك في ابنتك وأن يبارك لك في أولادك وفي زوجك. آمين آمين يا رب. آمين يا رب. تسلم، يعطيك صحة وعافية. شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة. يعني أنا أقول لك أختي الكريمة، أنت في نعمة الحمد لله. غيرك الآن يتمنى الخروج من العراق والله، ومهتديات. أيوة رب الكعبة يتمنى الخروج من العراق، وبعضهم يتواصل معي يتمنون أن يخرجوا، أن يفعلوا أي شيء. فأنت هنيئا لك. أسأل الله أن يثبتك وأن يوفقك يا رب.